اللي بيجينا دلوقتي. كملي انت ليكي علاماتك وشوفي. صباح الخير يا عم. اهلا وسهلا. عظيم احمد عظيم، تسمح لي ادخل؟ ما انت دخلت اهو. لا مؤاخذه ما كنتش واخد بالي، وانا طبعا حصل خير. انا ما احبش اعمل تكليف. ممكن اعرف حضرتك عايز ايه؟ يا خير، يا كربندس، يا حبيبي، يا حبابي. انت ايه حاجه بالظبط؟ الاول طبعا بعشقك. والمناسبة ايه؟ المناسبة خير ان شاء الله. بس في مقدمة صغيرة احب اقولها لك الان. إيه؟ الله، اتفضل اقعد يا عم، حضرتك واقف ليه؟ انا اسمي عبد العظيم، احمد عبد العظيم. تمام. هو حضرتك تعرفني قبل كده؟ انت مش لسه معرفني بنفسك كده اهو. لا مؤاخذة، مش فاكر والله. خلينا في الموضوع عربوك. ده انا اللي وصلت درجة 5، وصلت لها بالعرق والكفاح بدون محسوبية او واسطة. وانا فاهم الحكاية دي. ما انا جاي لك يا عم. اتفضل اتفضل اتفضل. خلصني. مرتبي 35 جنيه قبل الخصومات. طولي 168 سم. وزني 95 كيلو، وناوي اخس 5 كيلو باذن الله. مامي عايشه. دوري مشيت. ودي شهاده من 2 موظفين محترمين، وعليها ختم الدوله تثبت صحه اقوالي. ارجوك يا استاذ تفهمني انت عايز ايه بالظبط قبل اعصابي ما تبوظ اكتر من كده. انا عايز صبري. نعم. بصراحه يا عمي انا جاي اطلب القرب منك. كبير، ده بنت حضرتك. بنتي، انا عارف انك هتقول لازم تاخد رايها في الاول، لكن الامر هي موافقه. حضرتك اكيد غلطان. انا ما عنديش بنات للجواز. ارجوك ما تحاولش تحطمني وتضيع مستقبلي. لحسن ده من النوم شفتها ما بنامش الليل. في البيت، في الشارع، في الشغل، في كل حته، مش شايف غيرها قدام عيني. وانت بقى عرفت منين انها موافقه على الجوازه دي؟ عايز الصراحه يا عمي، هو في احسن من الصراحه؟ من غير زعل، من غير زعل. بيني وبينك بقالي كام يوم واخد اجازه من الشغل. ورايح جاي وراها كل حته.